الراجل استخدم بس 5 زجاجات مية معدنية علشان يشتري عقد من اليشم قيمته 40 مليون دولار. وبعدها خد كرتونة مية وراح على بيت حبيبته. أبوها أول ما شافها اتصدم ووافق فوراً على الجواز. بعد كده الراجل خد خطيبته وراحوا لمعرض عربيات، ولسه بيستخدم كراتين المية في الشراء. البايع اتصدم وما كانش مصدق نفسه، لأنه عمره ما شاف كل الكمية دي من زجاجات المية في حياته. وفي النهاية الراجل اشترى المعرض كله بكرتونة مية واحدة بس. لكن بالنسبة له الزجاجات دي ملهاش أي قيمة، لأنه كان يقدر ينتج مية بلا حدود للأبد من 3 أيام بس. إمدادات المية في العالم كله اتلوثت بسبب إشعاع نووي، وده خلى المية المعدنية أغلى وأندر مورد على الكوكب. حتى توصيل زجاجة واحدة بقى محتاج حراسة من الشرطة. ولسه الحظ كان في صف الراجل، لأنه كان عنده مخزن غامض يقدر ينسخ منه زجاجات مية بلا نهاية. في اليوم اللي بعده خد شوية مية وركب تاكسي، ولما نزل دفع للأجرة بزجاجة مية معدنية. السواق اتصدم وما كانش قادر يتكلم من المفاجأة، وبعدها ركع على الأرض وفرحان بيشكره. بعدها فرد أمن حاول يمنع الراجل من دخول المبنى وقال له بأسلوب مش محترم يخرج بره. بس أول ما شاف زجاجة المية في إيده اتبدل حاله في لحظة، وابتسم له ودعاه يدخل بأدب شديد. وفي الآخر الراجل وصل لحفل مزاد، ولما المقدم عرض عقد اليشم اللي تمنه 40 مليون دولار، الراجل حط 10 زجاجات مية على الترابيزة. الناس كلها اتجمعت حواليه، وده كان المشهد اللي بدأنا بيه الحكاية.